تأمين الألعاب الأولمبية وبحث التعاون. حموشي يستقبل نظيره الفرنسي بالمغرب. أجرى عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني صباح اليوم بالرباط محادثات ثنائية مع فريدريك المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية. وبحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني فإن الطرفين تباحثا خلال هذا الاجتماع الثنائي مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل الدفع بآليات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في قضايا الاتجار الغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والتهديد الإرهابي ومخاطر الجريمة السيبرانية ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وأضاف البلاغ أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية ناقش الممارسات الفضلى لتبادل الخبرات بين الطرفين في المجال الأمني وآليات تنفيذ العمليات المشتركة المنجزة في إطار التعاون الثنائي، بما في ذلك تأمين الألعاب الأولمبية المقررة في باريس، وذلك على أساس الثقة المتبادلة والاستفادة المشتركة. واتفق الطرفان في أعقاب هذا الاجتماع على التحضير والإعداد لزيارة مماثلة سيقوم بها عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى العاصمة الفرنسية باريس في المستقبل القريب بغرض تقوية مجالات تعاون الأمني الثنائي وتنويع مستويات وأشكال هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين. ويأتي هذا الاجتماع الثنائي مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية في سياق الاجتماعات الثنائية متعددة الأطراف التي يعقدها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بغرض توطيد التعاون الأمني والتنسيق البيني مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين ومع منظمات دولية معنية بعمل الشرطة. هكذا تم اختيار المغرب بالإجماع لاستضافة أكبر تجمع أمني عالمي في 2025. قدم عبد اللطيف حموشي زوال اليوم الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا ملف ترشيح المغرب لاستضافة أشغال الدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول المقررة في عام 2025. دعم المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ملف ترشيح المغرب بمداخلة ألقاها باللغة العربية أبرز فيها التطور الكبير الذي يشهده المغرب في ظل حكم الملك محمد السادس، كما استعرض تجربة المصالح الأمنية المغربية كرائد في مجال التعاون الأمني الدولي. ودافع عبد اللطيف حموشي عن ملف ترشيح المغرب في هذا المحفل الدولي الكبير الذي ضم رؤساء أجهزة تطبيق القانون في 196 دولة عضوا، مشددا في كلمته على التزام المغرب بمشاركة خبرته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية مع منظمة الإنتربول ومع سائر الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتعاون الشرطي. وتم تتويج العرض الذي قدمه عبد اللطيف حموشي بموافقة جميع الدول على ملف ترشيح المغرب لاحتضان أكبر تظاهرة أمنية في العالم بالإجماع. وقد تحقق الإجماع الدولي على ملف ترشيح المغرب لاحتضان هذا الحدث الأمني الهام بعدما قررت باقي الدول المترشحة سحب ملفات ترشيحها إثر إحاطتها بأن المغرب دخل على خط المنافسة على ترشيح احتضان الدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول. ويبرهن اختيار المغرب بالإجماع لاحتضان الدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول على ثقة المجتمع الدولي، وتحديدا الفاعل الأمني على الصعيد العالمي في المصالح الأمنية المغربية كشريك استراتيجي ورائد أساسي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتحقيق الأمن العالمي.